أعزائي المشاهدين، سلام عليكم. الأهلي على خطى الأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي. على خطاهم في إيه يا محلل يا كبير؟ على خطاهم في الخطأ الكبير اللي ترتكبه الإدارة في الاحتفاظ بالمدير الفني رغم سوء النتائج والبطولات اللي بتضيع منه والأداء المهزوز، ماتش فوق وماتش تحت، ماتش حلو وماتش وحش. الأهلي كان لازم يقيل المدير الفني بتاعه، وأنا نشرت فيديو على صفحتي من 3 شهور بعنوان النداء الأخير لإدارة الأهلي، كولر لازم يرحل. وطبعا محدش سمع كلامي، ودلوقتي كل الأصوات طلعت تنادي برحيل كولر، والإدارة مستنيانه بس هزيمة ويمشوه. طب ليه نستنى هزيمة وخروج من بطولة وعشان تمشوا المدير الفني؟ الإدارة لازم تكون على طول متواجدة. المدير الفني علاقته سيئة باللعيبة بقاله أكتر من 2 سنين، وتسبب في تطفيش لعيبة كتيرة من الأهلي وكلنا عارفينها، وتسبب في سوء أداء اللعيبة، لعيبة كتير كلنا عارفينهم برضو. فكان لازم الإدارة تتدخل من الصيف الماضي. المدير الفني يتم توجيه الشكر له، حتى لو هيدفعوا الشرط الجزائي مش مشكلة، علشان خلاص جاب اللي عنده وما عادش فيه جديد. وانا بقول لكم تنهاج في مانشستر يونايتد كان عمل كده، وادركت اداره مانشستر يونايتد ان علاقته سيئه باللعيبه مش هتحقق نتائج. من قبل ما رونالدو يجي النصر السعودي كان راح مانشستر يونايتد لو تفتكروا، قعد 6 شهور ما لعبوش وركنوا، وعلاقته سيئه بالنجوم. ما ادركوا ده في النهايه ومشوه. ارتيتا الارسنال لسه سايباه لحد دلوقتي رغم السكواد الرهيب اللي عملوه، وجابوا لهم احسن لعيبه، وكان عاملين الموسم الماضي موسم رائع وكانوا قريبين من البطوله. جم في الاخر اتهزموا في مباراه اي كلام وضاعت منهم البطوله. تشيلسي عملوا سكواد رائع، الاداره ما تخرجش عنهم وجابت له احسن لعيبه وصرفت من 2 سنين، ومع ذلك برضو النتائج سيئه، وكلنا شايفين موقعهم في جدول الدوري ما يدلش ابدا على تاريخهم الكبير. فده اللي أنا بقول عليه، الإدارة لازم تتدخل على طول وتغير، وما تستناش أو ما تخافش من الشرط الجزائي وحكاية عدم التعامل بالقطعة، ونستنى وندي الفرصة زي ما انتم شايفين. وليفربول كان هيرتكب نفس الخطأ لو كان ساب يورجن كلوب، لولا ان يورجن قال ان الموسم اللي فات ده آخر موسم له ومشي، كان هيقعد 2 3 ما كانش هيحقق حاجة. وبعد احنا شفنا لما مشي وجه دم جديد وجه مدرب له رؤية جديدة، قدر سلوت يعمل من ليفربول فريق كبير عاد مرعب في انجلترا، وقاب قوسين او ادنى من الفوز بالبطولة، ولولا سوء التوفيق كان ممكن يوصل لنهائي دوري الابطال. فده اللي انا بقول عليه. وجزء كبير من مشكلة الاهلي ان المذيعين والمحللين واللاعيبة السابقين والصحفيين وبتوع الملامين كله ماشي مع الماشي، وبيخاف يقول للإدارة لا غلط، الصح كذا. انسحاب الأهلي من مباراة السوبر قدام من مباراة الدوري قصاد الزمالك خطأ كبير جدا. اشتراك الأهلي بالناشئين في كأس العاصمة خطأ كبير جدا. احتفاظ الأهلي بالمدير الفني لحد دلوقتي خطأ كبير جدا. فاللي بيخاف على الأهلي واللي بيحب الأهلي مش اللي يمشي مع الماشي ويخاف من الجماهير ويخاف من الإدارة ويخاف من النقد والهجوم، لا، يقول الصح. وأنا بقول الصح ورزقي وأجر على الله. واحد هيقول لي أنت مين أنت عشان تقول الصح وتعدل على إدارة الأهلي ولا تعدل على كولر ولا تنتقد كولر؟ يا عم أنا مانيش حاجة، أنا مشجع بسيط عادي جدا، أنا محلل بدرجة بياع مخلل. يلا يا عم، مالكش دعوة أنا مين، خد كلامي اللي الأيام بتثبت صحته، والأيام هتثبت صحة كلامي. أنا بقول لكم إن الأهلي مش هياخد الدوري السنة دي، ومش هياخد بطولة أفريقيا السنة دي، وبتوقع إنه يطلع من مباراة العودة قدام الهلال السوداني، وإن قدر يصعد هيصعد بهدف اعتباري، الهلال يكسب 2-1 والأهلي يصعد بهدف اعتباري. حتى لو صعد مش هيوصل للمباراة النهائية ومش هياخد البطولة. وفي كأس العالم للأندية رغم المصاريف الكبيرة اللي الإدارة صرفتها واللعيبة الكبيرة اللي جايبها مش هيعمل حاجة في كأس العالم للأندية، ويا دوب هيقضي ال3 مباريات بتوع دور المجموعات وهيخرج من دور المجموعات، لأن الوقت خلاص فات.
فأنا بقول لكم وافتكروا كلامي ده كويس، وتابعوني على قناة المدفعج سبورت، لسه قناة بادئها جديد. أنا بقول لكم أنا محلل بدرجة بياع مخلل، لا أنا لعيب كرة كبير ولا أنا محلل كبير ولا مذيع كبير، أنا مشجع بسيط جدا. وأتمنى يكون كلامي خفيف عليكم، وأشوفكم فيديو قادم، والسلام عليكم.